السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحتكم متهنيين. جيتكم بهذه التحليه بارده غير بالقهوه والحليب، وسهله واقتصاديه وبزاف هايله، وما تديش معنا وقت بزاف. بقوام كريمي بذوق القهوه اللي نحبوها، بمكونات موجوده في كل بيت. بسم الله. في كسرونه نحط 700 مليلتر حليب بارد مع نص كاس سكر، نضيف لهم 2 مغارف قهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه، نحركهم هكذا في البارد. من بعد نحطهم فوق النار، وكي يغلي هاد الحليب نطفي عليه، نحطو دكوتي. دوكا نبدلو الكسرونة هادي ونصفيه باه ما يبقاو حتى حبيبات من القهوة، وفي نفس الوقت يبرد شوي. وعندي 3 حبات بيض، نحطهم هكذا في صحن كبير ونحركهم جيدا هكذا باليد بالفوي برك. من بعد نبدا نضيف عليهم هذا الحليب، نضيفه تدريجيا ونحرك هكذا جيدا. نبقى نحرك جيدا باش هذاك البيض ما يطيبش. وعندي مول صغير القطر تاعو 20 سنتيمتر، نديرلو شويه زيت وندهنوه هكذا بالبانسو. ونفرغه في هذا المول ونغطيه بابي فيلم. من بعد نحطو داخل كسرونه تكون كبيره ولا كيما هذه مقله كبيره. من بعد ندير عليها الماء سخون، هاد الماء نوصلوه غير للبسط، ما نكملش حتى الفوق كامل، ونشعل عليه هكذا فوق النار ونغطي عليه ونخليه مدة 20 دقيقة. من بعد 20 دقيقة نطفي عليه هكذا ونحيه. من بعد نحيلو هذاك البابي فيلم ونجرب هكذا بالكردون، راهو جامد وحاكم روحو. ودوك نحطو في الفريجيدير نخليه يبرد مدة 2 ساعة أو 3 سوايع. من بعد ما برد، كل ما نخلوه يبرد يجينا هايل. دوك هكذا بالسباتول ندير هكذا في الحواشي ونحيه، نجيب طبسي ونقلبو. والتزيين اختياري، انا درت شوكولا فيرميسيل، وتقدروا ديروا اي مكسرات ولا تخلوه سامبل. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوه، جا بزاف هايل، ونخليكم على خير.